بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم بسكوت العيد بالسمنة وبالمكنة بكل تفاصيله وأسرار نجاحه. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. المقادير كلها بعايرها بالمج بتاع الشاي. 2 كيلو دقيق، عاملين 16 كوباية دقيق لجميع الأغراض. الدقيق نخلته كويس. 3 كوبايات سمنة، السمنة لازم تكون ساقعة. 8 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. 3 كوبايات سكر بودر، السكر طحنته في كبة الخلاط ونخلته كويس. كوباية عصير برتقان مركز مفيهوش مية. معلقتين كبار ممسوحين نشادر ريحة برتقان. معلقة صغيرة فانيليا. معلقتين كبار ممسوحين بيكنج باودر. ربع معلقة صغيرة ملح. أول حاجة نضيف على الدقيق معلقتين كبار ممسوحين بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح ونقلبهم كويس، ونركن الدقيق على جنب. ودلوقتي هنضرب السمنة مع السكر في بولة فاضية. نحط السمنة الساقعة، لازم السمنة تكون ساقعة علشان ما تفصلش منك. هنحط عليهم 3 كوبايات سكر بودر. نضربهم بالمضرب الكهربي. لو ما عندكيش مضرب كهربي اضربيهم بالمضرب اليدوي او اعمليهم بايديكي. دي اهم مرحلة. نضربهم كويس قوي. كل شوية نوقف الضرب، ننزل اللي على الجوانب. ونضرب تاني. خلاص كده لونها افتح زي الكريمة. اللون بقى ابيض. هننزل بالبيض واحدة واحدة. عندي 8 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، مش هننزل البيض مرة واحدة، هننزل البيض واحدة واحدة ونضرب بالمضرب. اول ما تختفي نحط البيضة التانية ونضرب بالمضرب تختفي، ونحط البيضة اللي بعدها ونضرب بالمضرب. نحط البيضة اللي بعدها ونضرب لغاية ما نخلص ال8 بيضات. ال8 بيضات اختفوا. نحط معلقة صغيرة فانيليا علشان الزفارة بتاعت البيض، ونحط روح البرتقان. هنحط الازازة كلها ونضرب كله مع بعضه. كوباية عصير البرتقان ندوب فيها معلقتين كبار ممسوحين نشادر. النشادر لما يفور معاكي يبقى النشادر كويس. نضرب كله مع بعضه. خلاص كده نشيل المضرب ونحط الدقيق. هنحط الدقيق اللي حطيت عليه معلقتين كبار ممسوحين بيكنج باودر وحطيت عليه ربع معلقة صغيرة ملح وقلبتهم مع بعض. هنحط الدقيق مرة واحدة ونقلب الخليط السائل مع الدقيق لغاية الدقيق ما يشرب السوائل. احنا مش بنعجن، احنا بنلم العجينة. بنلم العجينة بأطراف الأصابع. نقلب في العجينة لغاية العجينة ما تتلم معايا. الدقيق بيختلف من نوع لنوع. في دقيق بيحتاج سوائل كتيرة. العجينة ناشفة لسه محتاجة سوائل. حطيت ربع كوباية من عصير البرتقان ومعلقة كبيرة سمنة وقلبتهم على العجينة. العجينة شربت عصير البرتقان ومعلقة السمنة. خلاص كده العجينة بقت طرية ما فيهاش اي تشققات. انا دلوقتي شغلت الفرن وثبت مكنة البسكوت في الرخامة اللي على الترابيزة، ودهنت السيجان دهنة خفيفة زيت. العجينة طرية ومش بتلزق. قطعت من العجينة. نحط قطعة من العجينة في المكنة
ونستخدم الموس العريض، بيدي شكل جميل للبسكوت. نرص البسكوت على الصاج ونسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. لو العجينة نازلة من المكنة بتقطع أو مفرولة، تبقى العجينة ناشفة ومحتاجة معلقتين كبار مية أو معلقتين كبار عصير أو معلقتين كبار لبن. نقطع البسكوت الطول اللي أنا عايزاه ونرص على الصاج جنب بعضه ونسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. الصاج اللي نشكله نحطه في فرن سخن على الشبكة اللي في النص، درجة حرارة 180. مدة التسوية من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. ياخد لون ذهبي من تحت، وبعدين نشغل الشواية ياخد لون ذهبي من فوق. خلي بالك لو الفرن بارد السمنة هتسيح. لو دخلت البسكوت في الفرن ولقيت العجينة فرشت، يبقى البسكوت محتاج معلقة أو معلقتين دقيق. خلاص كده أنا سويت البسكوت كله. نسيب البسكوت في الهواء علشان يبرد. ما تشيليش البسكوت من الصاج وهو سخن علشان ما يتكسرش منك. سيب البسكوت يبرد ويتهوى، وبعد كده رصيه في العلب بتاعته. عملت معاكم بسكوت العيد بالسمنة والمكنة بكل تفاصيله وأسرار نجاحه. البسكوتة هشة ومقرمشة، بمقادير مظبوطة. المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. بسكوت هش ومقرمش وطعمه جميل. بسكوت هش ومقرمش بمقادير مظبوطة. ده شكل البسكوت. الرسمة واضحة والبسكوتة خفيفة ومقرمشة وطعمها جميل. البسكوت هش ومقرمش وطعمه حلو وسكره مظبوط والنقشة واضحة فيه والرسمة واضحة. سهل أوي وبسيط، يا رب يعجبكم. كنتم مع بسبس كيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.